في جملة بنقولها كلنا تقريبا ويمكن من غير ما ناخد بالنا من خطورتها. لما أخلص الحاجة دي هرتاح. نقولها واحنا في الدراسة، واحنا بنشتغل، واحنا بنبني البيت، واحنا بنربي ولادنا. ودايما الراحة تبقى مؤجلة لبكرة. تخيل معايا كده إنك ماشي في طريق طويل، كل ما تقرب من محطة تكتشف إن في محطة بعدها. تفرح شوية وبعدين تجري، مش لأنك طماع، لكن لأن الإنسان بطبيعته بيحب يحسن حياته ويأمن مستقبله. المشكلة بتبدأ لما يتحول السعي من وسيلة للعيش إلى حالة دائمة من القلق. لما نبقى قاعدين مع أهلنا لكن عقولنا في حتة تانية، ولما نحقق هدف كنا بنحلم بيه سنين منلحقش نفرح بيه لأننا مشغولين بالهدف اللي بعده. ساعتها نسأل نفسنا، هو إحنا فعلا محتاجين إنجاز جديد، ولا محتاجين نتعلم نعيش اللحظة اللي إحنا فيها؟ يمكن الراحة الحقيقية مش معناها إن المشاكل تخلص، ولا إن الطموح يختفي. يمكن معناها إن القلب يعرف يهدى وسط الطريق، يعرف يشكر وهو لسه بيسعى، ويبتسم وهو لسه بيبني. عشان كده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة مش إمتى هنرتاح، لكن ليه بنأجل الراحة لبكرة، كأن النهاردة مجرد ممر مش جزء من الحياة نفسها. ونكمل كلامنا بهدوء. لو انت شغال في سوق كريبتو، فالإعلان ده ليك. تخيل إن في عملة هتتحرك بقوة بعد شوية والسوق كله لسه مخدش باله. السؤال انت هتعرف ازاي؟ عشان كده سمارت كريبتو رادار ذكي بيحلل السوق باستمرار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويساعدك تكتشف الفرص اللي تستحق المتابعة بدل ما تفضل متنقل بين عشرات الشرطات. خلي الرادار يشتغل الأول. سمارت كريبتو رادار متاح الآن ب50 دولار فقط. تلاقي رابط المنتج مستنيك تحت في الوصف وفي أول تعليق مثبت. وأول ما تحمل المنتج هتلاقي معاه ملف PDF بيشرح لك طريقة التشغيل وطريقة التعامل مع الرقم. علم لو انت النفس شغال بيقول إن الإنسان عنده قدرة مدهشة على التعود. الحاجة اللي كنا بنحلم بيها سنين أول ما تبقى في إيدينا تتحول بعد فترة قصيرة إلى جزء عادي من حياتنا. الفرحة موجودة بس ما بتدومش بنفس القوة. فنبدأ نرسم هدف من جديد ونقول لنفسنا من جديد، لما أوصل له هرتاح. وده مش عيب فينا، ولا معناه إن الطموح غلط، بالعكس. الطموح جزء من إنسانياتنا، لكن المشكلة إننا أحيانا بنطلب من الإنجاز حاجة مش من وظيفته. نطلب منه إنه يملى فراغ داخلي أو يمنحنا سكينة دائمة. والسكينة لها مصادر تانية، معنى نحس بيه، ناس نحبهم ويحبونا، لحظات امتنان، وشعور إن الحياة نعيمة حتى وإحنا لسه في الطريق. عشان كده يمكن الحكمة مش إننا نبطل نحلم، بل إننا نتعلم نفرح بالخطوة اللي تحت رجلينا من غير ما نفقد شغفنا بالخطوة اللي بعدها. بعد الكلام ده يمكن الحل مش إننا نقلل أحلامنا، ولا إننا نرضى بالكسل. بالعكس، اشتغل واجتهد وخطط للمستقبل. لكن وانت بتعمل ده كله ما تنساش تعيش يوم. قبل ما تنام الليلة جرب تسأل نفسك، ايه النعمة اللي كانت معايا النهاردة ومخدتش بالي منها؟ وايه الحمل اللي انا شايله في قلبي ومش محتاج اشيله دلوقتي؟ سيب شوية من هم بكرة لبكرة. افرح بخطوة اتعلمتها، بجلسة مع أهلك، بفنجان قهوة شربته على مهلك. الحاجات الصغيرة دي مش تعطيل للطريق، دي هي الحياة نفسها. يمكن الراحة الحقيقية مش في إن الطريق يخلص، لكن في إن قلبك يعرف يمشي فين وطريق. تشتغل بجد، تسعى بإخلاص، وفي نفس الوقت تسيب مساحة للسكينة والامتنان والبركة. ادعوا معايا،
اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، وأعنا على السعي من غير كبك، وعلى الشكر من غير غفلة. آمين. نكمل كلامنا بهدوء.